ابدأ تخيل انك واقف في نقطة خارج نطاق الزمن، قبل ما يكون في سماء أو أرض، قبل ما يكون في ضوء أو ظلام، قبل حتى ما تتشكل فكرة البداية نفسها. في اللحظة دي لم يكن هناك أي شيء إلا الله، لكن في تلك العتمة المطلقة صدر أمر إلهي غير كل شيء، كن. وهنا بدأت رحلة الخلق. دلوقتي قدامنا أسئلة هزت عقول البشر لآلاف السنين. ما هو أول مخلوق أوجده ربنا سبحانه وتعالى؟ هل الملائكة هم أول الكائنات أم سبقهم آخرين؟ هل كان هناك مخلوقات مجهولة اندثرت تماما قبل ظهور الإنس والجن؟ كيف بدأ كل شيء؟ وما هو التسلسل الحقيقي لنشأة الكون والمخلوقات؟ الليلة هنجاوب على كل ده بأدق التفاصيل وأغرب الروايات اللي ممكن تكون سمعتها في حياتك. قبل أي شيء كان الله وحده، لا زمان ولا مكان ولا حتى أي مخلوق، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا حتى نار أو نور. هنا بتيجي أول نقطة مصيرية في رحلة الخلق. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الحديث ده في صحيح مسلم. ده معناه إن العرش والماء هم أول الأشياء المخلوقة بعد القلم واللوح المحفوظ، وإن التقدير الإلهي كان مكتوب قبل حتى خلق السماوات والأرض. لكن هنا بيجي السؤال القوي: إيه أول كائن في الكون ده؟ في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث ده في الترمذي وأبو داود. إذن القلم هو أول مخلوق على الإطلاق، وبعده اللوح المحفوظ مخزن الأقدار الأزلي، بعديه يجي العرش أعظم مخلوق في الكون، وبعديهم يجي الماء. كان تحت العرش المية دي. طيب الملائكة دي اتخلقت فين بقى وسط كل ده؟ وهل كانوا أول الكائنات الحية؟ متى خلقت الملائكة؟ وهل كان هناك مخلوقات قبلهم أصلا؟ الملائكة مخلوقة من النور كما في الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. حديث ده في صحيح مسلم. لكن العلماء اختلفوا هل هم أول كائنات حية ولا كان في قبلهم مخلوقات تانية. في بعض الآراء الرأي الأول بيقول إن الملائكة هم أول مخلوقات حية بعد العرش. بعض العلماء قالوا إن الملائكة أقدم من أي كائن حي آخر، وإنهم تواجدوا قبل الجن والبشر بملايين السنين. استدلوا بإنهم كانوا موجودين وقت خلق آدم، وكانوا هم اللي شهدوا على لحظة السجود ليه. لكن هنا بيجي الرأي اللي هيصدمك، الرأي الثاني: إن كان في مخلوقات قبلهم اسمهم الحن والبن. ابن عباس وبعض الروايات الإسرائيلية بتقول إن كان في مخلوقات اسمها الحن والبن عاشوا على الأرض قبل أي حاجة تانية وقبل أي مخاليق تانية، سواء جن أو بشر. كانوا مخلوقات بدائية جدا، لكنهم كانوا وحشيين بطريقة قاتلة، وبيسفكوا الدماء وبيفسدوا في الأرض بشكل بشع. علشان كده ربنا أرسل عليهم الملائكة اللي شنت حرب مدمرة قضت عليهم تماما. وده يفسر ليه الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالاستفسار ده كان لأنهم شافوا تجربة قبل كده مع الحن والبن. لكن هل الحن والبن دول ليهم أي بقايا في عالمنا؟ وهل ممكن يكونوا مرتبطين بالكيانات الغامضة اللي الناس بتشوفها أحيانا؟ ده سؤال هنرجع له لاحقا. لكن في رأي ثالث أخطر من كل ده. الرأي الثالث بيقول إن الجن كانوا أول سكان الأرض وأفسدوا فيها قبل البشر نفسهم. ابن كثير بيقول في البداية والنهاية: خلق الله الجن قبل الإنس وسكنوا الأرض آلاف السنين، لكنهم أفسدوا فيها فبعث الله عليهم الملائكة فقتلتهم وأبدتهم، فلم يبق إلا إبليس، فكان مستثنى من هذا الدمار ورفع إلى السماء بسبب عبادته. إذن الجن كانوا ملوك الأرض قبل البشر، وكانوا عايشين هنا لوحدهم. لكن بعد آلاف السنين حصل بينهم اقتتال رهيب وفساد، أظن زي اللي بيحصل بيننا دلوقتي. فربنا بعث الملائكة حاربتهم ودمرت حضارتهم بالكامل. إبليس كان الناجي الوحيد، وده اللي خلاه يعيش وسط الملائكة لحد ما جت قصة سجود آدم وبدأت الفتنة الكبرى. الترتيب الحقيقي للخلق بدون اختصار، لو جمعنا كل الروايات مع بعض هنلاقي ان الترتيب كالتالي: القلم هو أول شيء اتخلق، بعدين اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء، بعدين العرش والماء. العرش من أعظم المخلوقات، أو هو أعظم مخلوق على وجه الكون، وكان العرش ده على الماء. الملائكة أو الحن والبن بعدهم. هل الملائكة مخلوقات حية ولا الحن والبن سبقوهم؟ هنا في خلاف. خامس مخلوق كان الجن، عاشوا في الأرض قبل البشر ب2000 سنة. الإنس آدم وذريته، آخر وأضعف مخلوقات الله، لكنه صاحب الاختبار الأعظم. وهنا بنوصل لأخطر سؤال: إذا كان في مخلوقات قبل البشر واختفت تماما، هل فعلا اختفت ولا لسه ليهم أثر في العالم؟ هل الظواهر الغريبة اللي بتحصل حوالينا ممكن يكون وراها بقايا الحن والبن انتهوا تماما ولا لا؟ ربنا بيقول في القرآن: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فربنا سبحانه وتعالى قال
قال وحكى لنا في القرآن عن حاجات كتير جدا وعرفها لسيدنا محمد، وحاجات كتير جدا خفاها عن سيدنا محمد. هل في اماكن على الارض لسه محتفظه باسرارهم؟ كل دي اسرار هنكتشفها في الحلقات الجايه، واللي جاي اخطر واغرب بكتير. نرجع لمرجوعنا. تخيل لو قلت لك ان البشر مش اول سكان الارض، وان قبلنا كان في كائنات عاشت هنا، حكمت وبنت حضارات وبعدها اختفت تماما. هل كانوا مجرد اساطير ولا فعلا كانوا مخلوقات حقيقيه؟ وليه اتدمرت حضارتهم بالكامل؟ والاهم، هل في شيء منهم لسه موجود حتى اليوم؟ النهارده هنفتح ملف اول المخلوقات اللي عاشت على الارض، وهنغوص في اعماق كتب التاريخ والاساطير لنكشف اسرار اقدم واغرب الكائنات اللي مش هتصدق انها كانت موجوده قبلنا. في روايه خطيره جدا ذكرها بعض المفسرين ومنهم الطبري وابن كثير، وبتقول ان قبل خلق البشر الارض كان عليها مخلوقات عاقله لكنها افسدت وقتلت بعضها البعض. منهم ابن عباس قال: كان على الارض قبل ادم الجن فافسدوا فيها وسفكوا الدماء، فبعث الله اليهم جندا من الملائكه فضربوهم حتى الحقوهم بجزر البحر. ده معناه ان الارض ما كانتش فاضيه. لكن مين كانوا المخلوقات دي؟ هنا عندنا 3 نظريات خطيره. النظريه الاولى دي مخلوقات منسيه اللي هي الحن والبن. روايات قديمه جدا بتقول ان في مخلوقات اسمهم الحن والبن عاشوا قبل الجن والانس، وكانوا هم اول سكان للارض. ابن كثير ذكر انهم كانوا كائنات تشبه البشر من بعيد لكنهم مختلفين تماما. عاشوا في الغابات وفي الجبال، وكان عندهم قدره على البناء، لكنهم كانوا عنيفين جدا وبيسفكوا الدماء بطريقه وحشيه. وهنا حصلت الكارثه، ان الملائكه شنت عليهم الحرب اللي قلنا عليها وابادتهم بالكامل. كل ما تبقى منهم تم مسحه من على الارض وكانهم لم يكونوا موجودين ابدا. بس السؤال الخطير، هل في اي دليل على وجودهم؟ لو الحن والبن كانوا موجودين فعلا، فهل ممكن يكون لهم اي اثر النهارده؟ بعض الباحثين بيقولوا ان في اماكن على الارض فيها اثار حضارات غريبه جدا عمرها اقدم من اي حضاره بشريه معروفه. دوائر الحجر الغامضه في افريقيا اثار لحضاره غير معروفه عمرها اكتر من 100,000 سنه. الهياكل العظميه الغريبه في سيبيريا بقايا مخلوقات غير بشريه لكنها مش جن ولا قرود. الكهوف اللي فيها نقوش لكائنات مش بشريه زي نقوش تاسلي في الجزائر اللي بتصور مخلوقات باشكال غريبه جدا. كل ده بيطرح سؤال مرعب، هل الحن والبن كانوا موجودين فعلا؟ ولو كانوا موجودين، هل في شيء منهم لسه عايش؟ وهل هم مرئيين بالنسبه لنا ولا زيهم زي الجن عالم غير مرئي؟ كل حضاره عندها قصص عن كائنات سبقت البشر. في الحضاره السومريه في مخلوقات اسمهم الابكالو، بيقال انهم كانوا اول سكان الارض في الاساطير الاغريقيه. في كائنات اسمها التايتان عاشوا قبل البشر وحكموا العالم. في الاساطير الصينيه بيقولوا ان في شياطين قديمه كانت موجوده قبل البشر واتمسحت تماما. كل ده معناه ان قصه الحن والبن مش مجرد خرافه، لكن ممكن تكون ذكرى قديمه جدا لحضاره اندثرت بالكامل ولم يتبقى منها شيء للاستدلال عليها. بعد كل ده السؤال الحقيقي هو، هل الحن والبن اختفوا تماما ولا في حاجه منهم لسه عايشه في مكان ما؟ هل الكائنات دي الغامضه اللي بعض الناس بتشوفها في الغابات والمناطق المهجوره ممكن تكون بقاياهم؟ هل في اماكن على الارض محدش يقدر يدخلها زي المنطقه 51 لانهم لسه موجودين فيها؟ كل دي اسرار لسه مش متاكدين منها، بس اللي متاكدين منه ان القصه لسه ما خلصتش واللي جاي اخطر بكتير. في روايات اسلاميه قديمه مذكور ان قبل خلق البشر الارض كان عليها مخلوقات افسدت وسفكت الدماء، وده خلى الملائكه تتساءل: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ابن عباس وابن كثير وغيرهم قالوا ان السؤال ده كان مبني على تجربه سابقه، لان الارض كان فيها مخلوقات قبل البشر والملائكه شافوا اللي حصل فيهم. لكن مين كانوا المخلوقات دي؟ بعض الروايات بتقول ان هم الحن والبن اول مخلوقات هي سكنت الارض، وبعض الروايات بتقول انها الجن هم الاول اللي عاشوا. ومهما كان اصلهم فالمؤكد انهم مخلوقات قويه جدا لدرجه ان ربنا يبعت عليهم الملائكه لانهم عصوا الله وافسدوا في الارض، فحانت لحظه العقاب. لما زاد الفساد على الارض امر ربنا الملائكه بالنزول لحسم الامر، ودي كانت اول معركه مقدسه في تاريخ الكوكب. الملائكه نزلوا بقوه رهيبه مزودين بنور وبسلاح لا يقهر. المخلوقات اللي في الارض حاولوا يقاوموا باقصى قوه عندهم لكنهم ما كانوش قد القوه السماويه، هم مجرد مخلوقات ضعيفه لله. الحرب كانت اباده كامله تم القضاء عليهم تماما ولم يبقى منهم احد. وهنا في سؤال خطير، هل ابليس كان واحد منهم؟ في تفسير غامض بيقول ان ابليس كان من سكان الارض وقت الحرب دي لكنه كان مختلف عنهم. حسن البصري قال: ابليس كان من الجن لكنه كان من اعبد خلق الله فرفعه الله مع الملائكه. ده معناه ان ابليس ما كانش ملك لكنه كان من المخلوقات الارضيه، وربك قال في القران: الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. فده اعتراف من ربك سبحانه وتعالى واقرار من الله عز وجل ان ابليس كان من الجن، وكان من المخلوقات الارضيه اللي تم استثنائها من الاباده دي. وهنا بيجي سؤال مخيف، هل ابليس هو اخر الناجين من سكان الارض الاوائل؟ وهل كان عنده علم بشيء محدش غيره يعرفه؟ رغم ان المعركه انتهت لكن اثارها لسه موجوده حتى اليوم. اماكن غامضه يقال انها مواقع الحرب، بعض الصحاري القديمه اللي بيقال انها كانت مدنهم قبل الدمار، الكهوف الغريبه اللي عليها نقوش لمخلوقات مش بشريه
مش طبيعية، وكأنها كانت تحكي قصة ماضي منسي. الأساطير عن كائنات مختبئة في باطن الأرض وكأنهم أحفاد آخر الناجين من الحرب. كل ده بيطرح سؤال مرعب: هل فعلا الحرب انتهت أم إن بعضهم لا يزال موجود في مكان ما؟ الملائكة أنهوا الحرب ومسحوا سكان الأرض الأوائل، لكن لو في ناجين فهل ممكن يرجعوا يوما ما؟ هل الحكايات عن كائنات تعيش تحت الأرض في أماكن مجهولة ممكن تكون بقايا منهم؟ هل في مناطق ممنوع دخولها لأن فيها شيء خطير لم يكشف بعد؟ القصة لسه ما خلصتش واللي جاي أخطر. أسرار الحرب الكبرى بين الملائكة وأول سكان الأرض. الحرب لم يتبقى منها إلا الرماد. تخيل إنك عايش في زمن ما قبل البدء. يا ترى أسلحة الحرب اللي كانت دايرة بين الملائكة وبين الكائنات البدائية دي كانت عاملة إزاي؟ هل حاربوهم بأسلحة بدائية؟ بعض الروايات بتقول إنهم كانوا يمتلكون سحرا شديد القوة، كان عندهم نوع من الطاقة الغامضة يمكن شبيهة بما نسميه اليوم الطاقة الروحية أو القوة السحرية. بعض الروايات القديمة بتلمح إنهم كانوا يعرفوا كيف يختفون وكيف يتحركون بسرعة، وده اللي خلى الحرب مش سهلة أو وصل الأمر أصلا لأن يبقى في حرب. التطور العقلي بتاع الكائنات دي اللي كانت عايشة كان تطور غير طبيعي، لأن لو كان تطور طبيعي زينا ما كانش الأمر هيحتم إنه يبعث عليهم ملائكة من السماء عشان يحاربوهم. ابن عباس قال: بعث الله إليهم جندا من الملائكة فقاتلوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. الحرب لم تكن مجرد معركة، كانت إبادة جماعية بالمعنى الحرفي. تم القضاء عليهم تقريبا بالكامل إلا قلة قليلة تمكنت من الفرار. وهنا السؤال المخيف: هل في ناجين؟ ويا ترى لو في أين ذهبوا؟ بعد الحرب كل المعلومات عن المخلوقات دي اختفت، لكن في بعض الأماكن على الأرض في إشارات مرعبة إنهم ربما لم يختفوا تماما. أماكن غامضة بيعتقد إنها مخابئهم القديم، كهوف تحت الأرض يقال إنها ممتدة لمسافات رهيبة وقد تكون آخر معاقلهم. صحاري معينة مليئة بنقوش غريبة لمخلوقات بشرية زي ما قلنا. مناطق محظورة عالميا وكلنا عارفين المقصد من المناطق المحظورة دي إيه هي. بعض الروايات بتقول إنهم احتموا في الأبعاد الأخرى، وده يفسر بعض الظواهر الغريبة اللي بتحصل لحد النهاردة. الحرب انتهت لكن أثرها لم تمحى بالكامل. بعض النظريات بتقول إن هناك مخلوقات لا تزال تعيش في الظل بانتظار اللحظة المناسبة للعودة. الأساطير عن أقوام تحت الأرض، الكائنات الخفية والعوالم الموازية قد تكون كلها متصلة بالقصة دي. السؤال الأخير: إذا كانوا موجودين فعلا فهل سيعودون يوما ما أم كل شيء انتهى؟